ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده جايه لكم بروتين كده في الشقه. هو مش روتين خفيف خالص. هو انا كنت بعمل شويه توضيبات كده في الشقه وشويه تعديلات بسيطه. ف فسبتها ورحت عند مامتي، وسبت الشقه هنا. جوزي كان موجود فيها مع الصنايعيه، وهي دي اخرة اللي يعمل اي حاجه او يوضب اي حاجه وعفش موجود في الشقه. فالشقه بقت دمار. انا لما جيت اتصدمت من الشكل. طبعا كنت سايباها، كنت شايله بس الحافظات بتاعه الارض وفرش الارض وكده، وسايبه كل حاجه تمام. رجعت لقيت الشقه متبهدله. فهنعملها كلها مع بعض في الفيديو ده، وهنزل لكم الروتين ده. هيكون اول روتين ليا على القناه. مستنيه تشجيعاتكم ومستنيه دعمكم ليا، ويا رب يعني الروتين يعجبكم وكده. ما تنسينيش في تحط ان انت تحط اللايك اهم حاجه، وتعملي اشتراك للقناه وتفعلي زر الجرس عشان بس يوصل لي كل اشعار بيوصل منكم، ده بيفرح قلبي. يلا بقى نشوف منظر الشقه. فشلت حاجات اللي هي كانت الساعة 3 4، فهو قرر مع نفسه كده وقرر مع دماغه. فطبعا زي ما انتم شايفين حاجات كتير من السبب في الشقة اللي هي انا كنت قاعدة فيها. انا شلت بس الفرش، فرش الانتريهات كده. والشقة طبعا كلها اتبهدلت. يعني بصوا هنا، بصوا الأوضة اللي جوه، الدنيا متبهدلة. فاحنا هنعمل بقى كل حاجة كده مع بعضينا. ادعموني، ما تنسونيش، واتفرجوا على الروتين كله وهيعجبكم تشجيعة كده. بص، انا اول حاجه بدات فيها ان انا افرش الستاير. نفضت الحيطان وحطيت الستاير كده. طبعا كنت شايله الشقه اصلا، يعني مش فرشه ستاير وكده، فرشه حافظات بس في الارض. فلما جيت افرش قلت بقى افرش الستاير. يعني لسه الجو يعني مش ساقعه، بس طبعا احنا هنغيرها كذا مره. طبيعي ان احنا يعني انا بغسلهم كتير. مش شرط في ناس كل فتره، لا انا بغسلهم تقريبا كده كل 15 يوم، كل شهر بيتشيلوا وبيتغسلوا. معظمنا كده. لو في حد زيي يقول لي يعني. ان انا في اخر دور في ال11، وطبعا التراب طايلني كتير صيف شتاء، فلازم يتشيلوا. طبعا يا بنات، انا مش عارفه الكاميرا جايبها لكم ولا لا. الشقه كان فيها كميه بياض نازل على الارض، الدهان وكده. انا بقى قعدت بصوا اشيل بالسكينه دي والصنفره، والم واحط في شنط. فكان نازل، فانا شلت كتير. استخدمت فلاش واستخدمت التينر، حاجات كتير عشان تطلع. في معظمها طلع والباقي لا. فطبعا ده كله هيتشال. المفروض ان انا انزل. بصوا، بصوا المكان الصناعيه. المفروض ان انا كنت اصلا شلت كل حاجه في الشقه، شلت الانتريات وشلت كل حاجه. فالمفروض ان انا انزل دلوقتي البنات عند مامتي واكمل، بس هشوفها بقى اذا كانت في البيت ولا لا. حتى الانتريه بهدل خالص. الانتريه يتغسل معاكم وكل حاجه هتتعمل. المشكله ان الانتريه بتاعي فاتح، اللون اللي هو الاوف وايت الفاتح قوي. فهنعمل بقى الحاجه كده مع بعض ويلا بينا. بصوا يا بنات، المعطر ده كنت جايباه من عند بتاع الصابون اللي عندنا. نسيم. مش عارفه الاسم كده جاي معدول ولا لا. نسيم. شايفينه حلو برضو. انا مسحت اهو، وهدي بس شطفه اخيره كده، هو لمعه اخيره بالمعطر ده. ريحته برضو حلوه وبتثبت. لو حد عنده موجود منه يجيبه. حلو النسيم والخوخ، وفي بهجه، وفي ريحه كده زي الليمون جميله جدا، بس مش موجوده عندي دلوقتي. آه يعني حاجات حلوه انا برضو بستخدمه. انت بتاخدي غطا واحد ده على الميه، يعني على الكميه اللي انت هتمسحي بيها. فهاخد غطا منه وهلمع بيه اخر لمعه. طبعا انا بفصل الكاميرا عشان انا مش بمسح بالشرشوبه او الفتاله وكده. يعني طالما همسح مسحه نظيفه فمش هينفع بقى ايه غير المسحه البلدي بتاعتنا، اللي هي الخيشه والطبق وكده. لكن الشرشوبه والفتاله دي بتبقى عايزه التلميع بس. فهو يا بنات، يلا
يا بنات بقى دي بياضات بتاعه الانتريه، حتت عندنا ده فرش للانتريه، فهو بيحميها وكده. موجوده في الموسكي وموجوده في العتبه وفي الوريع في الازهر وفي تفصيل، فاحنا في هنا بنفصل منها. وهنا كده كنت فرشتها وخلصتها وبرفنتها بقى وعطرتها وكل حاجة فيها، وفرشت الكفر ده مفرش برضو، ده موجود في الموسكي وفي الغورية. فرشته وجبت البنات قعدتهم هنا عشان انا كده كنت هطلع الصالة. إيه هي ما خدتش وقت يعني بصراحة. ايه لما بتكوني ناوية بقلب جامد كده تقومي، لكن لما بنكسل ونبقى مش قادرين خلاص، فاستعيني بالله كده وقومي بقى لمي الحاجة. وكنت بأكد عليهم ما يقوموش، عشان انا المكان اللي بعمله بيقوموا ويخربوه ويبهدلوه تاني. طبعا كلنا عندنا الاطفال وعارفين. مش عارفه في ايه، هو كده مقطع جاي قبل مقطع، فمعلش الدنيا اتلخبطت معايا. ما تاخدوش عليا، ما تدقوش عليا، عيشوا معايا الاجواء وخلاص. هنا ما كنتش لسه فرشت، وكنت بقنع الانسه مليكه ان هي تقوم عشان افرش وخلص، فهي ما كانتش راضيه بقى تقوم، ولا هي عايزه تقعد تلعب. عايزه اقول لكم مليكه متعلقه بيا جامد، وليندا بس مليكه اكتر طبعا عشان هي صغنطوطه. ليندا عندها 5 سنين ومليكه عندها سنتين، فاللي هي كانت ماسكه فيا جامد بقى، كل ما اروح في مكان عايزه تروح ورايا. كلنا عندنا الطفل ده. وفي يعني ليندا لو قلت لها اقعدي في مكان بتقعد، سبتها عند ماما بتقعد، ما فيش حاجه. لكن مليكه معناها ما كانتش كده، بس بقت ماسكه فيا جامد قوي. فبصوا بقى هي عايزه تلعب، وعارفه طبعا بشوف التصوير على طول، فلا هي عايزه المكان اللي انا فيه تعمل. حتى بعد ما بقفل الكاميرا بتروح تقف كده وبتقول حطوا لايك، وبصوا بتقلدني بالظبط بقى. فهي قطقوطه كده، ربنا يهديها بس، عشان شقاي قوي. طبعا كلنا عندنا الكائن المدمر في البيت، فانا عندي 2 مش واحد، يعني 2 كده مدمرين، ربنا يخليهم لي يا رب. ومش عايزاكم تملوا، ربنا يدي كل من عايز يا رب. فيعني هم يقلبوا ويعملوا واحنا موجودين عشان نشيل وراهم، بس مش كل يوم يعني، مش تعب على طول. فربنا يخليهم لنا ويعيشوا ويبهدلوا ويعيشوا ويعملوا، واحنا نلم وراهم ويديهم الصحة والعافية يا رب. بصوا بقى هنا كنت فرشت، ويعني بصور لكم كده ازاي. انا طبعا انا بقفل الكاميرا عشان اكيد بوطي باجي بجنب، فمش هينفع يعني. فهي بتتفرش كده على الكرسي او الكنبه، وبندخلها من الجناب، بس بنحاول نجيبها اللي هي فيها وسع ويعني عرض وطول زياده عشان تخش كده وتبقى مالكه الكنبه وما تتحركش. والله هو بينضف. انا عندي الانتريه اللي بره اوف وايت، واللي جوه هنا زهري في سيلفر، فالسيلفر طبعا بيبقى مبهدل على طول. انا كمان غسلت الانتري، وده هنزله لكم في فيديو لوحده عشان الفيديو ما يبقاش طويل معاكم. واوضه الاطفال واوضه النوم اوريها لكم برضو في فيديو تاني، والمطبخ كله الحمد لله اتعمل النهارده. هو ما خدتش وقت، بس ايه يعني عايزه كده استمرار، واللي انا قادره، لا انا قادره اقوم واعمل، انا هتحدى نفسي. فمش عايزاكم تكسلوا. انا ياما كنت بكسل وبتعب وبسيب الشقه باليومين 3، اللي هو يا دوبك اقوم انضف تنظيفه فوق الوش. بس بنبقى محتاجين بجد ان احنا يعني نقوم لما نقوم، ما نبقاش مكسلين كده. عايزاكي لما تقومي تديها، تقولي بصي ما فيش يعني يا انت النهارده تحدي بيني وبين الشقه، نخلصها النهارده. ويا بنات كمان انا نفضت الانتريهات والستاير، كان قبل ما ابدا اي حاجه نفضتهم، ونفضت الحيطان، كله عندي كان نضيف. بس يعني علقت الستاير عشان كنت لازم اقف على سلم، وانا مش عندي سلم هنا، فهقف على الكرسي بقى، فمش هينفع، فاهمه؟ فاهمين؟ فعلقته كده. وهنا الانتريهات كلها كانت اتنفضت ظبطت تظبيطه حلوه كده. وبعد كده اهوت بقى مسحت، كنست ومسحت وفرشت وده كله يعني. وهنا يا بنات اهي الصالة كمان اتفرشت، والانتريهات اتغسلت، بس عايزين غسلة كمان، وده هينزل لكم في فيديو تاني. وهنا دي برضو مفارش حافظات زي اللي جوه، بس في منها اشكال. ودي السمكة يا عيني لما غسلت الحوض معظم السمك مات، مع اني يعني هو عندي من فترة كبيرة وانا عارفة انا بعمل ايه. بس يلا، وهنا بوريكم الأوضة دي كمان. آه كنت هقول لكم ايه يا بنات، اللهم صل على النبي. او السمك انا عارفه انا بعمل فيه ايه، بس مش عارفه. يلا الحمد لله، فاضل السمكه يتيمه، واللي هي خلاص انا حاسه ان هي بتودع، مع اني بحط لها الاكل كل 3 ايام. ما تنسونيش يا بنات في اللايك والشير، مستنياكم تدعموني.